أهلا وسهلا بيكم متابعين قناة حكايات ميرو في حكاية جديدة وحلقة جديدة. الحلقة دي جايين نتكلم عن فيلم اختيار مريم. أعلن الفنان محمد رضوان عن فوز فيلم اختيار مريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي من خلال حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك. وكتب محمد رضوان: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فيلمنا اختيار مريم فاز ب3 جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي. جائزة أفضل ممثل في مهرجان اسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم اختيار مريم ذهبت إلى العبد لله محمد رضوان. وجائزة أفضل ممثلة موهوبة كانت لرشا سامي. وجائزة أفضل مخرج كانت لمحمود يحيى. وأضاف: الحمد لله الفيلم ده تجربة سينمائية مختلفة وجديدة، وبقدم فيه شخصية مختلفة تماما عن كل اللي قدمته. إن شاء الله قريبا بدور العرض ونتفرج عليه مع بعض.